بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على أسباب البراز الأسود والدم في البراز. البراز الأسود من أهم أسبابه إن يكون بعض العلاجات زي الحديد بيعمل براز أسود. لو لا قدر الله في قرحة في المعدة وبتنزف، عقبال ما بينزل الدم من المعدة لغاية الشرج بيبقى بقى لونه غامق بيغمق، وبرضه ده من أسباب البراز الأسود. الإمساك أحيانا بيبقى أما بيبقى شديد، البراز بيبقى يمكن مش أسود بس بيبقى مغمق شوية ومتحجر. دي أهم أسباب البراز الأسود. طيب لو في دم في البراز، إيه الأهم أسباب الدم في البراز؟ لا طبعا أهم الأسباب هي الشرخ الشرجي أو البواسير أو الإمساك الشديد. برضو ممكن يعمل تمزقات في الغشاء المبطن للقولون فيقدر بيعمل لنا دم. طب هل برضو ده بس الوحيد؟ لا، ممكن يبقى فيه دم لا قدر الله في الامراض تقرحات القولون زي كرونز، مرض كرونز وقرح القولون، ودي بتبان في المنظار. نفس الكلام لا قدر الله برضو لو فيه دم مستمر احمر، ده ممكن يكون لا قدر الله اورام او قرح خبيثة، برضو دي بتبان في منظار القولون. طبعا علاج الدم او البراز الاسود هو ازالة السبب وعلاج السبب. نتمنى من الجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.